رقم واحد، الاستقرار. الراجل بعد الجواز بيدور على الاستقرار، ما بيدورش على الحب على فكرة بعد الجواز، هو بيدور على الاستقرار. معناه انه راجل عايز الهدوء، يرجع البيت يلاقي الهدوء. خليني انا فاهم ان انت عندك شكوى وطلبات من احتياجات البيت والاولاد، ولكن خليني اكون واضح معاكي، ما يرجعش من الشارع، ما يرجعش من الشغل يلاقي ان دي اول حاجة في وشه الشكاوى والطلبات. اهدي عليه شوية وبعدين قولي له اللي انت عايزاه. تفهمك لظروفه والحاله دي برضو من نقط الاستقرار. رقم اتنين، التقدير. راجل بيحب يلاقي ان انت مقدره مجهوده علشان هو بيصرف على البيت وبيتعب علشان البيت. تقديرك ليه حاجه بسيطه على فكره، انك بتقول له ربنا يخليك لينا، عارفه انك بتتعب علشان البيت الاولاد وربنا يعينك. كلمات كلها سهله وبسيطه بس نتيجتها سحريه. رقم ثلاثة، الاحترام. وده معناه انك بتحترمي وجوده، بتحترمي رأيه. هو حاسس منك الإحساس ده، ما بتقلليش منه، ما بتدخلهوش في مقارنات مع حد تاني من جوازات أصحابك مثلا أو جوازات إخواتك. رقم أربعة، الاحتياج النفسي. الراجل على فكرة عارف إنه البيت له التزامات، والأسرة ليها التزامات ومسؤولية، وإن أنت عليك الالتزامات والمسؤوليات دي برضو وجزء منها عندك، ولكن هو بيحتاج هنا إنك تفصلي ما بين احتياجاته واحتياجات البيت والأولاد. ما تدخليش الاتنين في بعض. انت لو قدرت تفهمي وتستوعبي الاحتياجات ديت بالنسبه للراجل، هتبقى حياتك افضل بكتير.